هنتكلم النهاردة عن الملك قاع أو قاع. الملك قاع أو الملك قاعة هو آخر ملوك الأسرة الأولى، الملك الثامن. ومعنى قاع أو قاعة عالي الذراع. ظهر يعني على حسب كلام بعض الباحثين، ظهر إلى جانب اسمه على بعض أختام تنسب إليه اسم آخر بمعنى الرفيق والصفي أو بمعنى حامل الختم. استخدم برضو الملك قاع أو قاعة لقب النسوبيتي، وقلنا النسوبيتي اللي هو ملك الشمال والجنوب، الوجه القبلي والبحري، اللقب اللي كان بيعبر عن توحد المملكتين في مملكة واحدة. الملك قاع عمل مع سلفه الحاكم اللي كان موجود قبله سمرخت، اللي عمله سمرخت مع اللي قبله، ان هو ازال اسمه من بعض الاثار والقوائم، كما يبدو ذلك واضحا على جزء من إناء يعني كان عليها الاسم النبتي لكل من الملكين سمرخت وقاعة، مما يدل على استمرار النزاع الحادث في هذه الأسرة، واللي أدى في النهاية بانهيار الأسرة الأولى ووجود أسرة تانية هي اللي حكمت مكانها. موضوع النزاع ده أورده أكثر من كتاب. عندنا حضارة مصر القديمة وآثارها للدكتور عبد العزيز صالح، عندنا مصر الفرعونية برضو أورد الموضوع دوت، فكرة النزاع اللي كان حادث ما بين أفراد الأسرة الأولى في نهاية حكمها. عندنا الدكتور سمير أديب في كتاب موسوعة الحضارة المصرية القديمة، أكتر من حد أورد فكرة النزاع دي، ويبدو أن الكلام ده حقيقي، لأن بعد ظهور بداية هذا النزاع انتهى حكم الأسرة الأولى وبدأ حكم الأسرة الثانية. الملك قاعة كان له مقبرتين أو مقبرتين، واحدة بنعتبرها يعني مقبرة رمزية، طبعا مش مدفون فيها، كانت في أبيدوس، وكانت أكثر إتقانا في البناء من مقبرة سلفه سمرخت. والمقبرة الثانية في سقارة رقمها 3505، المكان الذي دفن فيه. ويبدو ان ملوك الأسرة الأولى كانوا بيحبوا يدفنوا في مقبرة الشمال اللي موجودة في سقارة، مش مقبرة أبيدوس في الجنوب. وعلى أي حال فلم يعثر حول هذه المقبرة على مدافن للضحايا من الخدم، واحنا اتكلمنا عن الموضوع دوت لو تتذكروا، فكرة دفن بعض الخدم علشان يخدموا الملك في العالم الآخر، مما يدل على أن هذه العادة الهمجية انتهت في عصر هذا الملك. وقد عثر على مقبرة في الجانب الجنوبي من مدخل المقبرة، ولكنها يبدو أنها مقبرة أحد النبلاء أو الأشخاص المهمين، من المحتمل أن يكون قد أعطي شرف الدفن داخل حرم القبر الملكي. وقد وجدت لوحة هذا النبيل ويدعى ميركا على مقربة من المقبرة هذا، وقد عثر على جزء من آنية توضح الاحتفال الثاني للملك قاعة بعيد السد. مقبرة سقارة كتب فيها اسم الملك قاعة على كثير مما بقي من محتوياتها، وتمدنا تلك الآثار بعدد وافر من أسماء موظفيه والوظائف التي كانوا يتولونها. ونعرف من هذه الوظائف شيئا غير قليل عن تنظيم إدارة البلاد في ذلك العهد، إذ كان بعض أولئك الموظفين مشرفا على أعمال الري أو جباية الضرائب أو حفظ السجلات وغير ذلك. ونفهم من الكلام ده أن الدولة في عهد الملك قاعة وصلت لمستوى عالي جدا جدا من التنظيم ومستوى عالي جدا من التقدم، ان في عندنا موظفين مشرفين على اعمال الري، ناس مسؤولة عن تحصيل الضرائب، في سجلات بتسجل كل دوت. واحنا هنا بنتكلم عن عصر عتيق، عصر قديم جدا 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 في الوقت دوت. للأسف لم يعرف أسباب أو الأسباب التي دعت إلى تغيير هذه الأسرة وانتهاء حكمها، أو الحوادث المحددة اللي حصلت أيام الملك قاعة وانتهت باعتلاء أسرة أخرى على العرش. كما يجهل تماما الصلة بين العائلتين، إذا كان هناك حقيقة انتقال للملك من عائلة إلى أخرى.
وكل الفيصل في القصة دي هو مانيتون المؤرخ المصري في تقسيمه للأسرات، هو اللي كان عنده وثائق كافية تبرر ذلك التقسيم. من الآثار اللي تركها الملك قاع الخرطوش اللي احنا شايفينه قدامنا ده، مرسوم عليه اسم التتويج اللي هو توج بيه، من قائمة ملوك مصر، قائمة أبيدوس. واحنا اتكلمنا عن القوائم قبل كده كتير وقلنا انها مصدر من مصادر التاريخ في مصر. قائمة أبيدوس دي من القوائم المهمة جدا جدا. الأثر اللي احنا شايفينه قدامنا ده عثر عليه في مقبرة الملك قاع، وزي ما احنا شايفين الصقر حورس يعلو الصرخ، والصرخ اللي هو واجهة القصر الملكي. والصورة دي احنا شفناها كتير في ملوك سابقين، وكانت عادة ان الصقر حورس يكون مرسوم او محفور فوق الصرخ او فوق واجهة القصر، وبيكون اسم الملك مرسوم داخل واجهة القصر ديت، كتعبير على ان الجزء ده او الاثر ده يخص الملك. بوفاة الملك قاع انتهى حكم الاسرة الاولى، وهنلاحظ ان الصراع واضح ان كان في صراع فعلا على الحكم، وده استنادا لكلام مانيتون المؤرخ المصري اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، وقلنا كمان ان احنا نخصص له حلقة مخصوص. لكن يبدو من كلامه ان كان في صراع على الحكم بين الملوك الثلاثة الاخرانيين، ويبدو ان ده كان السبب في انتهاء حكم الاسرة الاولى. رغم كده هنلاحظ ان مع اخر ملوك الاسرة ديت كان في تقدم هائل جدا. يعني احنا اتكلمنا عنه في فكرة جمع الضرائب، فكرة وجود سجلات، فكرة الاشراف على كل شيء في الدولة بشكل منظم جدا. لكن ده ما منعش ان الصراع على الحكم يقضي على حكم الاسرة الاولى. ومن هنا بنتعلم ان الامان والاستقرار هو اللي بيؤدي الى بقاء الحكم وبقاء الدولة، مش فكرة التقدم ولا التطور لوحدها. ده كان كل المتاح عن الملك قاع، وإن شاء الله هيبقى لنا في الحلقات الجاية ملاحظات على الأسرة الأولى، بعض الأمور اللي كانت تخص العهد دوت. وبكده تنتهي حلقتنا، وأترككم في أمان الله.